آية الله النعيمي: ماذا لو عاد صدام حسين؟ ماذا أنتم فاعلون؟ أهلا وسهلا أخي يزيد. الحقيقة لو عاد صدام حسين عليه السلام فسنختفي خفي النعاج، سوف نختفي خفي النعاج. يعني إذا رجع صدام حسين أو رجع حزب البعث فما يعني راح يكون ما لنا وجود أصلا، ما لنا وجود على الكرة الأرضية كاملة، ليس في إيران والعراق فقط. لن يكون لنا وجود على وجه الكرة الأرضية. نعم. آية الله النعيمي: أين كنتم في زمن صدام حسين؟ لم نكن نرى هذه العمائم السوداء. أنا أتذكر عندما كنت صغيرا أو عندما قبل أن يعدم صدام حسين لم أكن أسمع بكم، لم أكن أراكم. أين كنتم؟ خرجتم هكذا فجأة إلى وسائل الإعلام وأصبحتم رجال. أين كنتم في زمن صدام حسين؟ والله لم نكن نرى هذه العمائم. تفضل. نعم يزيد، أخي يزيد، في زمن صدام حسين بالحقيقة ما كنا موجودين أصلا، كنا مختفين بالبلاليع والمجارير والحسينيات. صدام حسين عليه السلام كان داعس على خشومنا، كان داعس على خشومنا. ما نقدر نطرح، ما نقدر ناخذ أكسجين ونطرح غاز ثاني أكسيد الكربون أصلا. كان نافخنا أبو عدي، كان نافخنا نفخ. فش 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 فش. نعم، بارك الله فيك. كان معنا من طهران شكراً. فضيلة العلامة آية الله النعيمي.